يا مساء الفل. النهارده ان شاء الله هنعمل مع بعض قشطه المولد زي المحلات واحلى من الجاهز. هتعمليها بخطوتين اتنين بس، وصفه سهله وبسيطه تطلع معاكي الله اكبر زي المارشميلو كده بالظبط، ولا سايحه ولا مجبنه، حاجه كده تحفه. هنعمل مقدار صغير بتكاليف بسيطه جدا، ولو انت حابه تضعفي المقدار براحتك. تعالوا كده نسمي الله، بس ما تنسوش لايك وشير لاختكم محمزه. اول حاجه سميت الله وجبت علبه من علب التلاجة، حطيت جواها كيس من اكياس السندوتشات كده ودهنتها بالزيت. معايا رشه من جوز الهند ورشه كمان من الزبيب، وكده القالب اللي انا هحط فيه القشطه جاهز معايا. جبت طبق صغير وحطيت فيه معلقتين كبار من الجيلاتين وعليهم نص كوبايه من الميه. بقلب المكونات دي مع بعضها لحد ما يوصل لقوام العجينه زي ما انت شايفه كده. جبت كسرولة، حطيت كوباية وربع من السكر، نص كوباية من المية وعليهم معلقتين كبار من المية، ومعايا نص كوباية من عسل الجلوكوز. وهكتب لك كل ده ان شاء الله بالتفصيل بالجرام وبالكوباية في صندوق الوصف. بقلب كل المكونات مع بعضها علشان تدوب وبحطه على النار. اول ما يبدأ يجلي من الجوانب كده ومن النص بعمل له اختبار. بجيب طبق فيه ميه وبنقط نقطتين. اول ما يبدا يتشكل معايا، هو كده لسه ما تشكلش، ما مش هطفي البوتاجاز، هعمل لسه تاني كمان دقيقتين اختبار تاني. لازم يوصل لقوام معين. انقط نقطتين برضو كده لسه ما تشكلش، مش ده القوام اللي انا عايزاه. نقطتين كمان، هو ده القوام اللي انا عايزاه، اللي هو يبقى عامل زي اللبان ويبقى طري زي ما انت شايفه كده، مش ناشفه وبتتكسر، لا تبقى طريه زي اللبان كده بالظبط. ده القوام المظبوط. هطفي بقى البوتاجاز وجبت العجان، حطيت الجيلاتين وحطيت معلقه صغيره من الفانيليا. ولو عندك اسانس حليب، المكون ده سحر سحر سحر، بيخلي القشطه في حته تانية خالص، بس بصراحه انا ما كانش عندي. بقلب تقلبتين يعني دقيقه كده قبل ما احط السيرم. بعد كده بنزل بالسيرم سرسوب بسيط جدا. ما تنزليش بالسيرم كله مره واحده، القوام مش هيظبط معاكي، وكمان هياخد وقت طويل في العجان وهو بيتضرب. فبننزل سرسوب بسيط خالص لحد ما القوام يهيش معاكي ويبقى لونه ابيض كده. بيقعد حوالي 19 دقيقه وينزل من العجان ببطء، يبقى كده تمام. جبت القالب وبنزل بالقشطه في القالب. طبعا القوام بيبقى تقيل شويه وانتي بتنزليه، تنزليه كده على طول، وبعد كده بتفرديه بالمعلقه بالاستبيوله كده تفرديه، هيتفرد معاكي بسهوله جدا. جبت طبق بقى فيه ميه، اقولك على طريقه سهله جدا ولا هتغلبك ولا حاجه. طبق فيه ميه كده تبلي ايديكي وتفرديها، هتتفرد معاكي بسهوله جدا. شايفين؟ بس كده تمام. حطيت بقى على الوش كده رشه من جوز الهند، رشه من الزبيب، وبسيبه بره لمده ساعتين بس. يطلع معاكي خطير زي ما انت شفتي في اول الفيديو كده. اللهم بارك. اعملي الحاجه في البيت، كفايه بس ان الحاجه تنجح معاكي بتحسسك كده بالفرحه. والله لما بتعملي الحاجه كده وتطلع حلوه معاكي بتفرحي ان انت عملتي حاجه ونجحتي فيها. شايفين؟ اللهم بارك. طبعا السكينه بندهنها دهنه خفيفه كده بالزيت وبتقطعي. حابه بقى تضعفي المقدار براحتك ضعفيه، وانا متاكده ان انت هتعمليه مره واثنين وثلاثه من حلاوتها وطعمتها. حاجه رخيصه وحاجه جميله في البيت عاملاها، احلى كتير واوفر وانضف من اللي بنجيبها من بره. الاسعار بره بقت حاجه غاليه جدا جدا. شايفين؟ اللهم بارك. شايفين عامله ازاي؟ تحفه زي الجاهزه بالظبط واحلى كمان. كده الوصفه بتاعتنا خلصت. ما تنسوش لايك وشير وسبسكرايب وتشتركوا في القناه، واشوفكم في وصفه جديده ان شاء الله. السلام عليكم ورحمه الله وبركاته.